اهلا بكم في برنامج ازاي تبقى بنناقش ازاي تبقى عموما. يعني شوف انت عايز تبقى ايه. انا هنا بقدم اقتراحات ان انت شوف انت عايز تبقى ايه وانا معاك. انا شخصيا انا بذات نفسي معاك. الحلقه بقى بتاعت النهارده ازاي تبقى رخم، ازاي تبقى صدغ، ازاي تبقى كلح، ازاي تبقى كل الحاجات بتاعت الامهات دي، ازاي تبقى لا تطاق، ازاي تبقى شخص مش قادر تعيش حياة انسان تاني. فدلوقتي احنا هنقدم انك ازاي تبقى شخص كلح، ازاي تبقى طفل. جويرية دي بقى اختي، يعني صح ولا ايه؟ اه جويرية اختي يعني. احنا ما بنحبش نقول كده كتير. هي زي ما انتم شايفين هي هادية جدا، انا شخص هادي جدا. فالنهارده احنا مقدمين بقى في سكريبت والاعداد وبتاع بيشوفوا الدنيا. دلوقتي بقى احنا النهارده هنسأل جويرية محمد شوية. جويرية ايه ان شاء الله تكون قادرة تجاوب. دلوقتي جويرية اول سؤال هتجاوب بقى. سيب المفتاح، سيب المفتاح واقعدي. مش الدرجات دي، مش الدرجات. شايفة حياة الطفل عاملة ازاي؟ انا شايفاهم يعني اللي امهاتهم بتزهقهم كل يوم. اللي بقى اللي ينزل يجيب حاجه، نزلي رجلك دي عشان واضح ان الناس مش نزليها اصلا، ما حدش شايف حاجة. امه تقول له انزل هات الاكل كده. فايه جويرية دي 5 جنيه. هاتي. اكل اللي يروح الدرس. دي حاجات العيال الصغيره. الحاجات الكبيره بقى الناس تبقى تبقى هي جويرية صدغة. يعني ازاي بقى؟ يعني اللي بقى يمسك تليفونات، واللي بقى ايه دي الاطفال؟ لا الكبار. يعني انت متضايقه من الكبار، يعني ده تصريح ان انت متضايقه من الكبار. والاطفال كمان بتضايق منهم عشان هم كل شويه. بس ما عدا الولاد بكرههم كره العمى. ايه ده ما انا ولاد انا. لا انت كبير. ايوه والله صح. أيوة. تمام. انا بزهق وعايزه امشي. طيب جويرية دلوقتي احنا هنسألك شوية أسئلة، أنا والإعداد والإخراج بتاع البرنامج أسألك شوية أسئلة وأنت هتجاوبي بقى على الأسئلة. دلوقتي جويرية لو صحيتي بكرة وبقيتي شخص كبير فجأة، يعني أنت كبرتي بقيتي مثلا في سن أنا هتزعلي ولا هتفرحي ولا هتعملي إيه في ليلتك السوداء دي؟ تبقى زي أنا شايفة حالي عامل إزاي، بتلبس نظارة ولابس وقاعدين على السلم وبتاع، شايفة حالك إيه؟ هتتبسطي ولا هتفرحي ولا إيه؟ انا الصراحه هزهق. هتزهقي وهطفش ومش وهزعل عشان وبعدين بعد ما تزهقي يا بنت قولي عادي. تمام. فايه انا مش عاوزه اتكلم عشان لما اكبر هيبقى ايه غسل مواعين واروق البيت واغسل السجاد. فايه انا مش عاوزه. خلاص بقى معلش. فايه انا حلت اصغر بس. طيب يعني انت مش عايزه تكبري كده؟ تصريح جويرية ممدوح مش عايزه تكبري. مش عاوزه. طيب لو معاكي فلوس كتيره قوي، فلوس كتيره جدا بقى، ايه اول حاجه هتعمليها؟ لو معايا فلوس كتيره قوي بقى يعني كام؟ ماشي 15 جنيه مثلا. 16 جنيه 16 جنيه مثلا. ال 16 جنيه دول تمام. هجيب بيهم شيبسي وازازة عصير بس. 15 كده لسه معاك فلوس. الجنيه بقى هجيب بيه ايه؟ بنك الحظ ده. بس من هنا احنا في اخر دور. طب احنا نعمل ايه تاني اكتر من كده؟ انت كدبانه. انت اللي كاتب. انا اللي كاتبه صحيح. لو حد قالك ما تضحكيش خالص، حد قالك كده ما تضحكيش، اللي هو ما تهزرش معايا تاني، هتعملي ايه؟ هقول له هو انت مال اهلك؟ انت مال اهلك؟ طب خلاص اهزر معاك. طب خلاص هو انت خلاص. ايه اكتر حاجه الكبار بيعملوها وانت مش فاهماها؟ اللي هو بيشرب سجاير. دي مش فاهمها ليه. مش فاهمه ليه الكبار بيشربوا سجاير خالص. واللي مش فاهمها بيلبسوا هدوم شيك ليه.
هدوم شيك ليه؟ طب شربوا سجاير منطقيه، يعني ايه بيلبسوا هدوم شيك ليه؟ يعني كل واحد يلبس هدوم شيك وقولوا له عيش عيشة اهلك. ايه ده يبقى ده حد معين في دماغك، ده حد انت عايزه توجهي له تصريح؟ لا، اي واحد بيلبس هدوم شيك. طب ما ممكن يكون هو اصلا عيشه اهله شيك. مفيش حد عيلة اهله شيك. طيب كل خلاص، واحد طب خلاص أهله. خلاص بتبقي سوبر اللي هو اللي بيطيروا دول وبيعملوا، يبقى اسمك ايه؟ سبايدر مان يعني. سبايدر مان. انا نفسي يبقى جو مان. جومان؟ جو لا انت بنت، جو جيرل بقى. جو جيرل. طيب لو صحيتي نفسك شخص طاير كده بيطير في بصي زي دول مثلا، هتروحي فين يعني؟ تطيري تروحي فين؟ هطير. اول حاجه هتروحيها؟ اول حاجه هروحها باريس. ايه ده؟ باريس. ليه باريس؟ عشان عايز اشوفهم بيعملوا هناك. بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ وبعدين بيقولوا فيها فران كتير وبتاع، فمالهاش لازمه. حاجه تانية غير باريس؟ اسرائيل. عشان ليه ايه ده؟ عشان نفسي اضربهم اصلا. وفلسطين. عشان ايه؟ عشان عايزه اديهم اكل. يا واد اوعى. احنا مقاطعين، خلي بالك، احنا مقاطعين، احنا ما بنشربش بيبسي. عشان ايه؟ عشان غاليه ولا عشان ايه؟ ما بنشربش بيبسي ليه؟ يلا مش مهم نخش بقى على طب ورا امريكا، كنت رايح امريكا؟ وامريكا عشان عايز اشوف ترامب ده رجل قال ولا مش رجل. انت مع ايه؟ هل انت جوهريه مع نظريه المؤامره والماسونيه والحاجات دي؟ لا. لو صحيت طب لا بصي، لو الحيوانات بتتكلم، ايه اول حيوان عايزه تكلميه؟ الكلب. عايزه تكلمي الكلب؟ لا، القطه. ليه بقى القطه؟ ليه القطه؟ عشان عايز اعرف هي بتقول ايه. والكلب عشان كل شويه يهوهو. فانت بقى اللي هو انت هتصدعنا. انت بتقول ايه يا عم انت؟ فايه انا هقول لهم عايزين ايه عشان ما يصدعوش دماغي. بالظبط خلاص. طيب طيب لو عندك زرار يمسح حاجه وحشه في الدنيا، هتمسحي ايه؟ يعني زرار بيمسح حاجه وحشه في الدنيا خالص، تمسحي ايه؟ اللي هي مش عايزاها في الدنيا خالص. لا مش عاوزاها في الدنيا خالص. اللي هو مضايقاكي خالص، دي حاجه مضايقاكي خالص بقى. خالص. خالص بقى، خالص يعني حاجه بقى مضايقاكي خالص بقى، خالص يا جوهريه. دي حاجه غيرها. لا مش هترسمي، مش هتمسح. بصي هي حاجه مثلا موجوده، مثلا انا مثلا عايز امسح امريكا مثلا، انا عايز امسح امريكا او عايز امسح مثلا الغل، الكذب. انت عايز تمسحي ايه مثلا؟ يعني تمسحي دوله، تمسحي سلم، يعني شوفي انت عايز تمسحي. ينفع حاجتين؟ ماشي حاجتين. الكذب والغل. الناس المعفنه. كده 3. لا ده كده 3. الغل ماشي، اللي هو شخص غلاوي ده لو الشخص الكذاب والغلاوي. واسرائيل. ماشي شكرا. وده كان تصريح مع جوهرية ممدوح، اهم واحدة عندنا في البيت. بتعملي ايه؟ اهم واحدة عندنا في البيت، وهي اصغر واحدة عندنا في البيت. دي اخر العنقود، دي البنت الوحيدة على 4 اخوات. انتوا دخلتوا معانا قوي في العيلة، يعني انا مش فاهم انتوا بتتكلموا ليه كده، وانتوا دخلتوا عندنا قوي في البيت بس. وده كان جوهرية ممدوح. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. الحاجات دي ما اعرفش ايه لازمتها، بس هم كل اللي بيعملوا فيديوهات بيقولوها. فما تنسوش تفعلوا وتقولوا لنا الحلقه الجايه عايزين الحاجه اللي هو لو تبقى ايه، يعني ازاي لو تبقى ايه. وتقولوا لنا عجبكم دماغ الاطفال، وهل نفسك تبقى طفل، هل الطفل ده يعني حاجه. يلا السلام عليكم.